الو، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. يلا نعمل مع بعض النهارده البسبوسه الدايبه المكرمله. بسبوسه دايبه كده وناعمه، بصوا دايبه دوب ولونها تحفه، قمر قمر. يلا بينا بسرعه نعمل مع بعض احلى بسبوسه جميله. شوفوا مع بعض هنا لونها عملناه ووصلناه ان يكون لون ارضيتها عامل ازاي. يلا بسرعة لايك وشير وكومنت حلو جميل، ونبدأ مع بعض بسم الله ونشوف هنعمل البسبوسة المكرملة الدايبة دي ازاي. اول حاجة هنجيب مع بعض صينية مقاس 30 وندهنها بزيت من الارضية بفرشة. هنا زيت، زيت، لان مش مستاهلة خالص اني ادهنها في الخطوة دي بسمنة بلدي. ليه؟ لان انا دلوقتي هحط ورق زبدة. تمام. ليه بحط ورق زبدة؟ علشان امنع او اسهل ان ورقة الزبدة ما تلتصقش بأرضية الصينية. تمام. لو عايزة أخرج صينية البسبوسة معايا، خارجة بيها هدية أو عاملة مشروع من البيت وعاوزة أخرج الصينية معايا، إزاي أخرجها كاملة؟ هنعرف حالا مع بعض إزاي نخرجها سليمة. أهم تركة معانا ورقة الزبدة. هنقيس ورق الزبدة على مقاس الصينية زي ما شفنا حالا كده مع بعض. هنقيس ونطبق ورقة الزبدة لحد ما توصل لمنتصف الصينية بالظبط كده، ونبدأ نقص الدايرة بالمقص بعد ما نطبقها زي ما شفنا مع بعض. وكده خلاص بتكون اتفردت وعلى مقاس الصينية بالظبط. تمام. بس كده خلاص، كده الصينية جاهزة معانا تماما. اهم حاجة لو تاخدوا بالكم ان تكون حرف الورقة تكون طالعة شوية بره، علشان وقت ما نيجي ان احنا نقلبها تساعدنا بالخطوة دي. تمام. بعد كده بحط في ورق الزبدة فوق الصينية حته صغيره من الطحينه وكمان سمنه بلدي، وامكسهم مع بعض كده بفرشه الحلويات، وابدا اعمل لها يعني ميكس تماما عشان خاطر تدي لون حلو وطعم حلو لارضيه الصينيه. تمام. دي اهم تركه معانا. كده خلاص احنا جهزنا الصينيه، بنركنها على جنب ونبدا على طول ندخل في المكونات. معانا دلوقتي دقيق سميد، نص كيلو من دقيق سميد البسبوسه. معانا كمان 100 جرام من السمن البلدي. تمام. اي نوع سمن تحبيه، لكن سمن البلدي هتكون طعم احلى. معانا كمان 200 جرام من اللبن الحليب، وكمان عسل نحل تقيل او سيرب تقيل، شربات نكون عاملينه تقيل هناخد منه بس 75 جرام من العسل التقيل او عسل النحل. هنحتاج معانا جوز هند 25 جرام من جوز الهند. تمام. وطبعا 300 جرام من السكر العادي. هنحط حالا جوز الهند على دقيق سميد البسبوسه ونمكسهم مع بعض. وبسرعه بسرعه هنجيب طاسه الومنيوم او حل الومنيوم، المهم يكون لوننا فاتح معانا عشان نعرف نتابع كويس اللون الكراميل. تمام. ببدأ انزل ب 300 جرام السكر الكراميل في الحلة على نار هادية من غير ولا اي حاجة خالص. ببدأ ان انا اتابعه عيني عليه، ما بعدش من قدامه ولا يكون واقف جنبي اطفال. بالراحة كده وبمنتهى الحرص، ومجرد ما بلاقي السكر بدأ يسيح زي ما احنا شايفين حالا مع بعض من الجوانب، ببدأ اهز الحلة زي ما شفنا حالا كده بنهزها ازاي. شفتوا هنا اللون بدأ يسيح ازاي من الجوانب؟ بدأ يدخل على ان هو خلاص كله بيسيح واحدة واحدة. ببدأ بس ان انا اهز الحلة مش اكتر من كده، ما بقلبش خالص في الخطوة دي يا بنات. تمام. هنا خلاص السكر بدأ يسيح نوعا ما بنسبة كبيرة. ببدأ ان انا اقلب بالسباتولا او بالمعلقة. تمام. ببدأ اقلب بالراحة، وكل ده على نار هادية، ما ضفتش اي حاجة خالص يا بنات. السكر معانا يكلكع، ما تقلقوش، كل ده هيسيح حالا وهيبقى زي الفل. تمام. بصوا هنا خلاص السكر تقريبا داب كله، فاضل حاجة بسيطة بس من حبيبات السكر. حالا كل ده هيسيح وهيبقى زي الفل معانا. تمام. شايفين السكر وهو سايح؟ ولسه هيسيح كمان. خدوا بالكم السكر في المرحلة دي ما ينفعش نتغافل عنه، ولا نكون بنعمل اي حاجة جنب السكر وهو بيتكرمل خالص. شعرة صغيرة جدا بين السكر انه يتحول لكراميل وانه يتحرق. تمام يا بنات. هنا خلاص بدأ يسيح تماما. تمام. بسم الله، وبمنتهى الحرص تكون حاجتي جاهزة جنبي عشان أقل لسعة صغيرة من الكراميل لا قدر الله نتائجها مش حلوة خالص. هنا خلاص السكر سح معانا تماما. ببدأ أنزل بعد كده بكمية السمن، 100 جرام من السمنة البلدي، أو اختاري نوع السمنة اللي تحبيه. تمام. حابة تمكسي نوع بلدي على أي نوع تاني براحتك خالص. ربنا يعين يا رب كل واحد على حاله، ويا رب يعدي ويزيح الغمة دي على العالم كله يا رب بكل خير وأمان.
تمام. هنا خلاص السكر مع السمنه دابوا تماما. ببدا بعد كده انزل بالحليب، اهم حاجه انزل بالحليب. ويا ريت نختار نوع لبن يكون مبستر، مش لبن فلاحي. لبن البستر، لبن الشركات، لبن السوبر ماركت، في الحالة دي هيكون هو نتيجته كويسة جدا. لأن اللبن الفلاحي لما بنعمله حلا مع الكراميل بيعمل على الوش طبقة كده زي القشطة شوية. تمام. لبن المبستر هيخلينا نتجنب النقطة دي تماما. بالراحة كده وعلى نار هادية، أي تكتلات من السكر هتسيح، ما تقلقيش خالص. كل ده هيسيح مع بعض وفي ثواني هتلاقيه ساح منك خالص. برضه تجنبا لاي تكتلات، بعد ما بخلص ان كل حاجه تسيح مع بعضها على النار بصفيه كويس جدا. بصفيه بمصفى في بوله. بصوا بقى تحفه ورايق ازاي، قمر. ده كده خليط السمن مع السكر مع الحليب. تمام. ولو ما كانش ساح منك برضو على البوتاجاز، تقدري في الوقت ده تضربيه بهاند بلندر او في الخلاط، هيسيح معاكي. لكن نصبر كده وان شاء الله على نار هاديه كل ده هيسيح ويبقى معاش معاكي اي تكتلات خالص. تمام. اهم حاجه في الوقت ده منزلش بالسميد، والخليط ده سخن يا دوبك بس دافي كده زي دمع العين. في الوقت ده انزل بعد كده بدقيق السميد وجوز الهند، وبسرعة بقى قلبهم مع بعض. مجرد ان هم يختلطوا مع بعض، مش بعجن. البسبوسة ما بتتعجنش اطلاقا علشان ما تعضمش منك وتبقى طعمها كده قاسي معاكي وقت الاكل. تمام. عايزين ناكل بسبوسة مرملة ودايبة وطعمها مفيش بعد كده. في الحالة دي كل الحكاية هنخلط مع بعض بس. مجرد ما كل حاجة اختلطت مع بعضها ببدأ اوقف، وبسرعة وهي دافية بنزل بخليط البسبوسة في الصينية اللي جاهزة معانا. وبصوا مفيش اسهل من كده، في ثواني بتعملي احلى صينيه بسبوسه. وعشان تبقى سهله معاكي اكتر بجيب منديل كيس او كيس تلاجة وبفتحه نصين وبحطه كده فوق خليط البسبوسه وببدا افرد بيه. بيبقى مسهل عليا جدا جدا حركه الفرد. تمام. بصوا كده خلاص مش محتاجة أي حاجة تانية. كده بقى بعد كده ننزل عليها بشوية بندق بقى محمصين كده. عايزين ناكل بسبوسة حاجة دلع، ننزل بحبة بندق محمصين ومكسراهم كسر كده في الهون. تمام. وبرده بالكيس، وعلشان المكسرات ما ترفعش مني وانا بسقي شربات وتبقى عايمه كده على وش الصينيه ومتحركه، ببدا ان انا احطها على وش البسبوسه وبضغط عليها ضغطات كتير كده بالكيس. كده خلاص الصينيه جاهزه معانا. بسرعه بسرعه على فرن ساخن من اول ما بدأنا على درجه حراره 180. وتسويه البسبوسه اتكلمنا عليها بالتفصيل ممل في فيديو البسبوسه اللي فات، هنزله لكم برده في صندوق الوصف. بسرعه كده والبسبوسه في الفرن نعمل على طول الشربات. الشربات بالظبط 4 كوبايات من الميه عليهم كوبايتين من السكر وعصره نص ليمونه. لو عندك جلوكوز حطي معلقه صغيره، مفيش مش مشكله. هنا خلاص البسبوسه استوت معانا تماما. شوفوا الحواف بتاعتها طالعه من الصينيه وبعيد عنها كده. البسبوسه مستويه تسويه بيرفكت. وبسرعه معانا بظهر السباتولا كده ونبدا ننزل الشربات معانا وهو سخن مغلي جدا. تمام. ببدأ أنزل بيه كده على صينية البسبوسة وأبدأ أوزع الشربات كويس جدا وهيز الصينية كده علشان الشربات يتغلغل في كل الصينية. تمام. وبمعلقة كده وأبدأ أحط على الجوانب صينية البسبوسة في الوقت ده. بصوا مش عايزة أقول لكم تحفة. ما لو مش هنعمل البسبوسة في رمضان هنعملها إمتى؟ هنا خلاص سقينا البسبوسة شربات وتمام جدا. ببدأ أغطيها بكيس تلاجة مفتوح لتاني يوم. الشرقي حلاوته انه يتاكل تاني يوم، وخصوصا لو عايزه تطلعيها سليمه من الصينيه وتخرجي بيها، سواء واخداها معاكي في عزومه او بتهدي حبايبك او حتى عامله مشروع من البيت. علشان نقلب الصينيه صح لازم نسيبها تبرد تماما. شايفين هنا لون ارضيه الصينيه قمر وتحفه ازاي، تحفه. عايزه اقول لكم ان البسبوسه الساده انا من عشاقها. مش عايزه اقول لكم بتبقى جميله ازاي. لو موجود ما عندنا بندق سوداني اي مكسرات، حتى لو مش موجود الساده دي عظمه عظمه. ببدا بعد كده ازين هنا معايا بخطوط كده من اللوتس او نوتيلا. قلت اديها شويه حركات دلع كده مع بعض بتديها طعم حلو قوي. زيتة اللوتس من الحاجات اللي تبقى لطيفه جدا مع الشرقي وخصوصا مع البسبوسه. لو بتشوفونا لحد هنا اتمنى لايك وشير وكومنت حلو وجميل عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد من فيديوهاتنا.
البسبوسة الدايبة المكرملة السهل الممتنع. شوفوا عملناها مع بعض بكل سهولة بكل سلاسة. شوفوا قد ايه البسبوسة دايبة وقمر دايبة دوب. اتمنى فيديو يكون خفيف عليكم. ان شاء الله انتظرونا في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله دايما يا رب، متجمعين مع بعض على الخير وعلى السعادة. دمتم في رعاية الله. شهر كريم علينا كلنا. باي باي.